على بطوله، وفعلا هو ده اللي بيحصل. الزمالك لما بياخد العداله التحكيميه اللي هو بمعنى يعني لو ليه ضربه جزاء بياخد عليه ضربه جزاء بتتحسب عليه، بتلاقي نادي الزمالك في حته ثانيه خالص، يا بيتعادل يا بيخسر. معايا بقى قصه ديانج، فعلا نادي الزمالك بيلعب لعبه وسخه مع النادي الاهلي بخصوص لعيبه النادي الاهلي. معايا مفاجاه كبيره جدا فعلا، ان المخرج فعلا رفض يعيد ضربه الجزاء بتاعت نادي الزمالك في الكونفدراليه. فمعايا شويه اخبار لوز اللوز، فبالله عليك يا اخي ما تبخلش على باللايك والاشتراك وفعل الجرس، وخلينا نبدا بيه صلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك، ما عجبكش الفيديو برده ما تبخلش على باللايك، وخليك معايا لاخر الفيديو لان معايا شويه حاجات لوز اللوز. معايا مفاجاه الصراحه، معايا اخبار قنبله القنابل، فخليك معايا لاخر الفيديو، اوعى تجري الفيديو. خد بالك حكايه وقصه كده يا اخي. نادي الزمالك كان لسه بيلعب دلوقتي حالا مع فيوتشر. الزمالك بيتعادل 1-1، سيف الجزيري بيجيب الجون في الدقيقه 35، ومحمد صادق بيتعادل لفيوتشر في الدقيقه 41. عشان الزمالك واخد العداله التحكيميه، مفيش ضربه جزاء. اتخيل معايا يا سيدي ان كل لعيبه الزمالك اذا كان زيزو او اذا كان الجزيري او اذا كان مصطفى شلبي كله بيقع في منطقه الجزاء عشان عايز الحكم ضربه جزاء. كله بيقع، اي حد بيلمس حد تك على طول واقع، اي حد بيمشي جنب اي حد تك يروح واقع. اكسب بمجهودك ببطولاتك الحلال يا بتاع الحلال، اكسب بالحلال يا بتاع الحلال. ده انا هجيلك. ده طلع المخرج ده حكايته حكايه، وطلع مش المخرج بس، لا ده كان في واحد كمان قاعد جنبيه وهو قال له اوعى تعيد. وهو ده اللي خلي سمعه مصر عندنا هنا ان الاهلي والزمالك بيكسبوا بالتحكيم، الاهلي والزمالك بيكسبوا مش عارف بايه، الاهلي والزمالك مش عارف ايه. دخلت النادي الاهلي في قصه مش بتاعته. انت راجل خدت الكونفدراليه الاولانيه برضه، كنت انت بتلاعب فرقه مش عارف، فرقه من الجزائر او فرقه من المغرب، وبرضه الكره عدت خط الجون وجني شفندي سندها بعد خط الجون وعادي ما اتحسبتش، وحضرتك خدت الكونفدراليه على الطبق من ده. السنه دي ضربه جزاء ما اتحسبتش، ضربه جزاء برضه ما اتحسبتش، عادي. لا والمخرج ده انا هقول لك كمان ايه، ده انا هقول لك على قنبله القنابل الصراحه. بس هجي لك على ماتش الزمالك، بتفرج على ماتش الزمالك يعني قلت ها الصراحه جيت يعني بايه يعني عدى ربع ساعه من الشوط الاولاني، قلت الزمالك هيكسب. يعني الراجل الطيب الحكم اللي عندنا هنا بيحكموا باهوائهم بانتمائهم مش بضميرهم من جوه. اكيد في ضربه جزاء جايه، اكيد في فاول جاي، اكيد في اي حاجه، في جون تسلل جاي، اكيد في اي حاجه من اللي احنا بنشوفها الناس، الحاجات الغريبه اللي بتحصل من نادي الزمالك. لكن يعني الحكم يعني كان ماشي كويس الصراحه، يعني مع ان ممكن تشك في الجون الاولاني اللي ممكن يكون فاول. عمر جابر زائق اللاعب بتاع فيوتشر قبل ما يلعب الكوره، زائق في دفعه للاعب بتاع فيوتشر ما اتحسبتش ودخل الجون. ومن حسن الحظ بتاع فيوتشر كمان ان هو يعني جاب الجون في الدقيقه 41، يعني 5 دقائق بالظبط، 6 دقائق وكان الجون التعادل جه. فالدنيا ما راحتش من فيوتشر بعيد، قدر يلم نفسه، قدر يجيب الجون ويلم نفسه ورا عشان خاطر يقفل قدام نادي الزمالك. لكن اللي تضحك عليه مصطفى شلبي بياخد الكوره يجي عند منطقه الجزاء يروح واقع. اللي تضحك لا وهي يروح يعترضوا ويعملوا بقى كده ويعملوا مش عارف كده ويعملوا مش حاجات حافظين مش فاهمين. انت حافظ كده حضرتك مش فاهم. الكابتن احمد سيد زيزو انا بحبه عشان اسمه احمد ابني يعني. كابتن احمد سيد زيزو يجي عند منطقه الجزاء وراح تك راح واقع، وبقى يجري بقى على الحكم. يا حكم ايه احنا ايه ما فيش ضربه جزاء؟ انتوا ايه انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ما فيش ضربه جزاء ولا في حاجه؟ سيف الجزيري ده الغطاس، ده غطاس الغطاسين، سيف الدين الجزيري ده يجي بقى عند منطقه الجزاء اصلا ما فيش حد بيجي جنبيه وراح واقع ساقط مستني ضربه الجزاء لحد كده ونسكت. تلاقي كمان ده عند منطقه ال 18 كمان، عند منطقه ال 18 هتلاقي لعيبه الزمالك بتحاول تقع، اللي بيرمي نفسه، اللي مش عارف ايه، اللي شويه هوا بيروح زقينه ويروح واقع. ما تكسب بمجهودك، اكسب بلعبك. اوعى تفتكر البطوله اللي انت بتاخدها دي ولا البطوله اللي انت بتاخدها، انت حضرتك شاركت في الكونفدراليه اضعف بطوله، اضعف من الدوري المصري عندنا هنا. اوعى تقول لي لا عشان تبقى راجل كذاب ومنافق. اضعف معلش يعني. هو ارتا سولار ده اللي انت لعبته ده المحل احسن منه، سور الكيني ده اللي انت لعبته المحل احسن منه، نهضه بركان فيوتشر النهارده فيوتشر احسن منه. انت لعبت مين تاني؟ ما اعرفش. انت لعبت فرق ابو سليم الليبي معلش يعني، مش هقول لك بلديه المحله، فاركو اللي بيصارع على الهبوط احسن منه. انت بتتكلموا في ايه؟ فما حدش يجي يقول لك اصل لا، ويجي بقى يعني الجبهزه بتوع اعلام نادي الزمالك يقول لك ايه
لا دي الكونفدراليه اقوى من دوري ابطال افريقيا يا راجل. ده ممكن تكون كمان اوروبا. لا مش هاخدها في القصه دي، مش هاخدها في القصه دي. المهم يا سيدي اللي حصل اثناء في المخرج بتاع الكونفدراليه جت ضرب واحد مسؤول جنبيه، مسؤول مين راجل مسؤول، قال له اوعى تعيد، اوعى تعيد، اوعى الزمالك، اوعى هنموت. الراجل ما عادش، وتقريبا كده الراجل بتاع الفار ما كانش واخد باله. الراجل بتاع الفار ما كانش واخد باله. هتقول لي يا ابو السيد على فكره يعني ايه الكاميرات مش عارف الاعداد بتاعت الفار غير الاعداد لا يا باشا، كله تحت اطار المخرج بتاع الفار اللي بيقول للمخرج هات لي الاعاده دي، هات لي الصوره دي، هات لي الفيديو دوت، هات لي مش عارف ايه. هو اللي بيطلب من المخرج. شكل بتاع الفار كان نايم، وكانوا متعودين هم نايموه. يعني شكل بتاع الفار كان عندهم تعمد ان هم يلهوه في اي حاجه. كان هم يلهوه في اي حاجه. وفعلا طب هل يا ابو سيد حصل تحقيق يعني ماشي يعني بتوع التلفزيون جابوا المخرج وقالوا له تعالى ايه اللي حصل؟ انت ليه ما عدتش دي مع انها ضربه جزاء؟ الراجل طبعا حصل تحقيق، قال لهم في مسؤول كذا 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 كذا، راح جايبين المسؤول في وجود المخرج. قلت له يا ابو سيد كنت قاعد معاهم؟ بقول لك كنت قاعد معاهم. يا عم الحاج انت ايه ليه ما عدتش ضربه الجزاء؟ قال له لا اصل لو حصل وعدت ضربه الجزاء كانت هتحصل كارثه في المدرجات وهتحصل كارثه في الملعب. انت كده وطني، كده بتحب البلد، اديت حاجه مش حق الزمالك اديتها له، حق مش حق الزمالك اديته له، كده انت جدع. لا مش كده على فكره، مش كده. انت كده مرتاح، ضميرك مرتاح حضرتك، يعني كده انت كده خلاص ضيعت مجهود فرقه اسمها نهضه بركان، اذا كانت بقى من المغرب او اذا كانت من افريقيا او اذا كانت من اوروبا او خدت حقها اديته لحد تاني، خدت حق مش حقك او مش حق الزمالك اديته للزمالك. ليه؟ لا والتحقيق كمان اللي غزك في التحقيق ان هم سقفوا له. كده انت راجل صح، كده انت راجل وطني. يقول لك بطولاتنا حلال، بطولاتكم حلال؟ فين البطوله الحلال؟ ويجي واحد عبيط كده يقول لك الزمالك عمل رقم تاريخي. ايه هو التاريخ حضرتك؟ اصل الزمالك خد 2 كونفدراليه والاهلي خد كونفدراليه واحده. يا اهبل يا عبيط يا اللي بتفهم وبتقول على نفسك مصنف نفسك ان انت بتفهم، يا اهبل. الكونفدراليه بتاع ثالث ورابع او كاس بطل كاس، يعني انت بتتكلم في ايه؟ الاهلي بيلعب على الدوري، الاهلي بيلعب على الاولاني. انا ايه اللي خليني ابص على مراكز الشباب اللي تحت؟ ما تعرفش الناس دي بتفكر منين، بتفكر من هنا ولا منين؟ ما تعرفش. المهم يا سيدي نادي الزمالك بيلعب لعبه وسخه ولعبه قذره ولعبه زي الزفت مع النادي الاهلي، خصوصا دلوقتي قبل مباراه مهمه زي مباراه النهائي بتاع الاهلي والترجي. ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي حليف الفوز بالبطوله. ايه يا ابو سيدي اللعبه القذره الوسخه اللي النادي الزمالك بيلعبها؟ تحس ان هم واخدين ورقه بتوع نادي الزمالك، اعلام نادي الزمالك، ومفرقينها على بعض، اللي هي ايه؟ شتت لعيبه النادي الاهلي، شتت